الرحمن الرحيم في ديوانكم الذي يأمر ويسعد دائما في وجودكم ووجود من هم بأمثالكم. وأيضا يعني أشكركم أن لبيتوا الدعوة في يوم عطلة. أنا مقدر ومجل إليكم في هذا لأن يوم راحتكم، بس المشكلة أن احنا ما عندنا وقت يعني كافي، فاقترصنا أن يكون هذا اليوم على أن نلتقي فيها الوجيه الطيبة. وقبل أن نبدأ لقائنا الأخوي الودي الحبي، أحب أن أوضح أن لا يوجد على الإطلاق أكثر من لقاء معتاد دائما تعودت عليه مع أخواني وأحبائي الإعلاميين في هالمكان أو حينما كنت في العمل سابقا، سواء في سفارات الخارج أو في الديوان، لأنني على قناعة بأن الإعلام الشفاف الصادق هو نبض حقائق المجتمع وتوصيل المعلومات والأخبار البناءة الحقيقية، فهو بالفعل سلطة الرابعة، ونحن نجل إليها بكل تقدير ومحبة واحترام. وقبل أن أبدأ أيضا في الحديث من خلال هذا اللقاء، أرفع إلى المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، تحية إجلال وإكبار وتقدير وولاء مقرونة بكل أنواع الوفاء الوطني في هذا البلد كما لمسناه وتعاملناه من أبناء شعبنا الكريم ومن إخواننا وأهلنا. وسأتحدث عن شقين، طابع اجتماعي وشق شأن سياسي، وبكل شفافية ووضوح، والقصد من ذلك حتى تكون الأمور بكل أريحية وبكل صراحة. أي جانب تحبون أبدأ فيه، الاجتماعي والسياسي؟ أنا حاضر. السياسي. طبعا البلد الكويت هذا البلد الصغير في حجمه والصغير في شعبه والكبير في مكانته وعطاءه وقدراته وانتشاره الواسع، بلد جبل من التاريخ أهله منذ نشأته، منذ تأسس، منذ البيعة الأولى للشيخ صباح الأول رحمه الله الذي انحدرت منه الأسرة إلى هذه اللحظة، لم يكن إن شاء الله بينهم إلا كل وفاق ووئام ومحبة ومودة جبلوا عليها منذ القدم. وأتمنى أنا من صميم وأعماق قلبي أن مهما تباينت وجهات النظر السياسية، إلا أن جميعا بالمنافسة والمودة لمحبة الكويت نبدأ وبمحبة الكويت ننتهي. الحمد لله لا يوجد هناك أكثر من رأي أو وجهة نظر أو خلاف، لكن هذا بالتالي لا يتعدى حدوده، فلا يؤدي إلى ضغينة أو كراهية أو موقف لا سمح الله غير محب. هذه شيمة أهل الكويت من رجال ونساء مع كل اللي حصل. بلد صغير فيه خيرات، فيه حرية، فيه ديمقراطية، ودعوني أختصرها يعني ألخصها لكم في هالشأن. الكتاب كما يقول الله الوطن الأمير، هذا الكتاب المقدس الشريف الذي كنا نحتكمنا ونعملنا، وهذا العلم المعبر عن الوطن، وهذا الرمز اللي فوقنا سمو الأمير، وأنا بضيف لهم الدستور واللي هو أيضا
موجود وراح نوزع منا عليكم، فخلونا نقول الله والوطن والأمير والدستور. وهذا الدستور يعني عقد نعمل فيه ومصون ومحفوظ وإن شاء الله لا ينتهك، وإن اختلفت فيه بعض الآراء أو الأفكار أو التفسيرات، فهناك حتى من اختلف في تفسيرات الآيات القرآنية، لكن يبقى هو ملاذنا اللي نحتكم له ونرجع له. وإذا حصل ما حصل في أي شيء، فالقضاء، السلطة القضائية المكملة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، هي الفيصل الفاصل الذي نعمل فيه جميعا وننتهج له. أنا ودي أن يعرف الجميع بحكم هذه الخبرة اللي تعاملت فيها منذ 30 عام سواء في داخل الكويت أو خارجها، أن الكويتيون بكل أنواع أطيافهم وبكل عروقهم ومللهم وطوائفهم وانتماءاتهم وأمالهم يبقون كويتيين وطنيين، حتى إن شذ حالة أو كذا. لكن أنا بتكلم عن المسار، هو مسار واضح ما حد يختلف فيه عن محبة وإخلاص الحاكم والأسرة والشعب، فالكل يتبادلها والكل يعمل فيها. أنتم تعلمون أن لدينا أقل من شهر وكما أراه غدا لحكم المحكمة الدستورية الذي سيفصل بين هذا ما راح نسميه احتقان، أو خلينا نقول بين تباين وجهات النظر التي حاصلة، وعلى قدر الواقع سيأتي التعامل على ضوء هذا الحكم الكل ملزم فيه لأي جهة تصدر سواء لهذا. وقبل ذاك سيدي صاحب السمو الأمير قال سألتزم في هذا الحكم والعودة فضيلة، ونحن لا نستبق أحداث حتى إن كان هناك يعني تجمعات أو نشاطات أو حراكات فهي مشروعة، دعوها تعمل في إطار دولة القانون ودولة الحريات، دولة المؤسسات ودولة التعبير عن الرأي والحرية. لكن نحن إن شاء الله مقبلين على يوم سيكون يوم تاريخي ومشهود في الكويت، وسيفصل فيما ينطق فيه هذا الحكم، وعلى ضوءها الكل سيلتزم فيه. وأنا أقول لكم الآن لن يخسر أحد في هذا الحكم، الكل رابح، الكل رابح. أنا أكلمكم كمواطن وكأبن الأسرة ومسؤول وذو خبرة وبحكم علاقاتي، أقول لكم الكل رابح، ما في هذا غلب وهذا بأي شيء من وهذه هي نبل وإجلال وثقافة الدول والشعوب المتحضرة الذي تحتكم وتلتزم إلى قضائها وقوانينها ودستورها. إذن انتهينا من هذه النقطة اللي إن شاء الله نحن في انتظارها، وأنا متفائل خير متفائل خير متفائل خير، هاي ثلاث اخذوها مني. يبقى الجانب الآخر من العمل. دائما يا أخوان أي عمل سياسي في الداخل بين السلطات الثلاث في دولة ديمقراطية حرية تحتكم إلى دستور، سلطة تنفيذية ممثلة بالوزراء، سلطة تشريعية ممثلة في برلمان وأعضاء مجلس أمة، سلطة قضائية ممثلة، يجوز هناك بينهم التجاذب. لكن دعونا ننأى في القضاء وننزه ونبعده ونجله على اعتبار أن نعطيه مكانته وخصوصيته ووضعه، حتى لا نقحم في أي قضية. يعني مهما كان مهما حصل، أنا أصدقكم القول بحياتي لم أدخل في قضية، أنتم تعلمون إن صارت علي قضية وأنا لا أريد أن أتحدث عنها بإسهاب يعني وتقبلتها بسعة صدر، مع أن كان فيها بطلان وبهتان وجور ونوعا ما من الظلم القاسي، إلا أني قبلتها وقلت أهلا وسهلا، وذهبت إلى أبعد مجال فيها عبر القنوات القضائية وامتثلت ونطقت بالصدق اللي أملاه علي، والحمد لله بعدها انتهت هذا الموضوع، لأنه ما يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق في التالي، الحق ما حققت والباطل ما أزهقت. وعلى ضوء ذلك عملنا. وأيضا يعني ترتب علي بعد هذه القضية التي يعني أبلانا فيها الشيطان الرجيم إن الحمد لله انتهينا منها، وصار علي يمكن قرار وظيفي وتقبلته بسعة صدر،
ما زعلت ولا قلت طلعت وقلت بالجريدة سمعا وطاعة، وسمعا وطاعة كانت من باب الشجاعة ومن باب الأدب ومن باب الجلد والإقدام والرجولة والشهامة وبكل أريحية. فما في أي يعني شيء، لا زعلت ولا تعاملت بكل شفافية وبكل أريحية، وإلى هذه اللحظة اللي أنا أكلمكم فيها ولا نزعلان ولا نزعلان. الرجال المقدامين هم الذين يضيفون للمكان وللمناصب وللعطاء. يعني لو أقول لكم أنه والله ما عندي وقت، والله ما عندي وقت. والآن ليش؟ لأن شغلي الشاغل هم أهلي وشعبي وبلدي ووطني وأنتم. فما حل واحد يعني إذا اليوم فيصل كان في الديوان طلع صار سفير، رد انتقل هالمكان، اليوم جاء اليوم ارتاح، ما في مشكلة. يعني شو المشكلة؟ هل هي الوظيفة اللي زايدتني أو اللي شرفتني؟ لا والله، أنا اللي أزيدها وأنا اللي أشرفها وأنا اللي أعطيها. أنا متى ما وصلت إلى أن هي تعطيني فمعناتها أنا لا خير فيني. وهذا يفترض ينطبق على كل من يعمل في المجال الحكومي. أنت إذا قعدت في بيتك واتجهت إلى شأنك الخاص هذا شيء يخصك. أيضا لدينا طموحات كثيرة، لدينا تطلعات وآمال، قد يجوز الواقع لا يرتقي إليها، لكن نتفاءل نتضافر. يعني لا نتناكف ونتنابز يعني ندعوها تمشي الأمور ونحافظ على هذا الوضع، وأنا بتفائل في كل خير وفي كل أريحية. اليوم يعني إخواننا بالحراك ومجموعة الأغلبية، وأنا هنا أود أن أسجل يربطني مع الجميع يا أخوان على حد السواء علاقات مميزة وشخصية أتبادلهم أنا وإياها بكل ود وأخوة ومحبة، سواء في هذا الشق أو في هذا الطرف. كما نسمع الأغلبية، النواب الحاليين، السابقين، السياسيين، الكتاب، المثقفين، وهذه رصيدي الذي أنا أعتز وافتخر فيه معاهم جميعا. فلا يوجد أي شيء. اليوم في دعوة يمكن إلى فندق سفير ودعوا إليها، وأبدا سيجدون من يخدمهم وسيجدون من، مع أنها هي بالقانون لازم فيها موافقة وكذا، لكن أبد عليهم بالعافية بلدهم وأهلهم، مع أن العمل ساعة الإرادة فقط إلى أن تكون هي مقر التجمعات من باب الحفاظ على الشوارع ومن باب الحفاظ على الناس. لكن أيضا هناك تعاون، وأنا أكد لكم أن يروحون ويقعدون ويعبرون عن خاطرهم، وسيتواجد الأمن لخدمتهم أصلا، سيتواجد لخدمتهم ولتنظيمهم، بس ما يكون مرحلة الشارع. يعني كما يقولون العرب الناس العدول أهل الحق شهود الله في أرضه. أنا أمس بالصدفة طالع من المسجد يوم الجمعة مبارك، يعني وأتيت هنا للديوان، عندي بعض المشاغل، قلت أقتنص يوم الجمعة أخلص فيه كم شغلة حق الناس وحق العالم اللي أقدر عليه. وهذه من طبعي، يعني أنا مقل في عمل الطلعات والروحات منذ الصغر، هذا يعني هذا رذمي. فوأنا قاعد بالمكتب وإلا في مشاجرة برا بين ناس وافدين بطريقة غير لبقة بيوم جمعة بعد الصلاة وأمام المسجد. يعني لا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخوان على شنو؟ على موقف سيارة، واحد سادعة ثاني. شوف وين وصلنا. يعني هل يعقل هذا؟ هل يجوز؟ لا. ولو ما الحمد لله يعني الله آجرني وإني طلعت وقلت لهم عيب وكذا وهالشكل، وإلا وصلت الأمور بما لا تحمد عقباه. طب على هذه عدوا احسب وقيس بالنسبة لأخوة يعني وافدين وآتين اللي يسمونه. وأنا أؤكد لكم أن الكويت بلاد الجميع، لا يوجد فرق بين مواطن ووافد. صحيح في الحقوق والواجبات هناك مرئيات، لكن الكل انتظر بأن هذا البلد للجميع ول كل من يعيش عليه بكل خير وبكل عطاء. أيضا نرجع إلى موضوعنا الثاني، حتى لا نقول احنا والله هذه فئة وهذه كذا. أؤكد لكم بأن إن شاء الله الأيام القادمة أيام خير وأيام حبلى في التفاؤل بخيراتها. ويقولون دائما أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي الغريب. أنا راح أغير العبارة، راح أقول أنا وأخوي وولد عمي والغريب والصديق على الشيطان. كلنا احنا في أهل الكويت نصير على الشيطان، ونبي نوده حتى لا يدخل بيننا. وإن شاء الله ستجدون ما يسر في هذا الجانب. حرص صاحب السمو الأمير شخصيا وبنفسه متابعته على رأس هذه القيادة تجعل يعني أمور
كثيرة في المهام. حتى مرات يجتهد الإنسان ولا يلام المرء بعد الاجتهاد، قد تصيب هذه وقد هذه كذا، لكن مو معناتها أن نصل إلى مرحلة ما يكون بيننا إلا كل إن شاء الله ما يرتضيه الإنسان بإرضاء ربه ودينه ووطنه وبلده وشعبه. هذا فيما يتعلق في جزء من الشأن السياسي، وسأترك إليكم ما تريدون بكل شفافية. لن يجاوبكم لساني، سيجاوبكم قلبي. الشق الثاني الاجتماعي، يعني أعتقد ويصححون للجميع سواء من إخواني أبناء البلد أو إخواننا الثانيين الموجودين اللي صار لهم معنا فترة وكذا، أنا شخصيا منذ نعومة أظافري ومنذ الصغر تعودت على هذا البلد في كل أريحيته الاجتماعية. ولما نتكلم عن الوئام والوفاق والمحبة الاجتماعية نتكلم عن ما أوصى فيه الدين والكتاب والعادات والقيم والتقاليد. أزياء تجدون الكويتيين كل من يركض يعزي، وهذه نعمة من نعم الله. أفراح تجدونهم بالطوابير كل من يروح يبارك ويشارك. واحد نازل بيت كل من يفرح له ويهنيه، راجع من علاج، مريض ينزار. يعني هذا اللي أوصى عليه الدين في صلة الرحم وفي التواد وفي التواصل وفي أيضا إلى موضوع الولائم والكرامات والعزايم. أي واحد فيكم يدعيني الحين يعتبرني جاي عليه، ما عندي مشكلة، مما أعتز، لأن ما وجدت البيوت وما وجدت المجالس وما وجدت الدواوين إلا للزيارات. وأنا هنا أقول لكم بأن صاحب السمو الأمير الله يحفظه ويرعاه أوصى جميع أبناء الأسر بأن يتواصلوا مع كل أهلهم وشعبهم ويزوروا إخوانهم. إحنا بالكويت بلد صغير، يعني إذا نصف هذا البلد بكل عروقه، هذا خال وهذا عم وهذا نسيب وهذا صديق وهذا، يعني ما نطلع من إطار النسب والحسب في الانصهار. هي الأسرة من الشعب والشعب من الأسرة. فلا أحد يعني يستنكف أو يعتبر أن وجود أي نوع من النشاط الاجتماعي له مداليل أو له آراء أو له أبعاد أو له. قد يجوز هناك دعوات نشاطها الإعلامي أو جرعتها الإعلامية زايدة، فهاي تبين للناس، لكن مو معناتها أن يعني تلغي أو كذا. فالحمد لله نحن في الكويت مغبوطين حتى من بعض أصدقائنا ودولنا المجاورة على هذه العادات، ولما يجون يقول الله يهنيك، خاصة أن احنا مقبلين على شهر مبارك، شهر فضيل، نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا إن شاء الله فيه بالخير واليمن والبركات على بلدنا الحبيب الكويت وعلى شعبنا وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى هذا البركة التي تأتي في هذا الشهر، بأن يكون إن شاء الله انطلاقة خير، وهو سيأتي بعد حكم المحكمة الدستورية. ونعتبر إن شاء الله الفترة اللي ما بعد الحكم فترة لقاء، فترة حوار، فترة تجانس، يعني تكون فيها الأمور على أكمل وجه. هذا طبعا في العموميات. في الخصوصيات الحقيقة أنا يعني تركت بعض النقاط للتذكير، وأود هنا أنوه عن العفو عن شغلة جديدة. دائما الناس، الدول والشعوب والأمم ترتقي في التقدم وفي تواكب مجريات الحياة الحديثة والحضارة. الإعلام الإلكتروني الذي أتى مكمل إلى الإعلام المرئي والمقروء والمسموع أعطي تحت اسم تواصل. وكلمة تواصل هي من صلة، وذكرت بالقرآن صلة الرحم. أنا لما يكون عندي تويتر أو فيسبوك أو انستغرام أو واتساب أو هذه الأشياء الحديثة الجديدة اللي أجت، يفترض أن أستخدمها استخدام نبيل، استخدام جليل، استخدام دمث، استخدام راقي،
أتواصل فيه مع الناس، تسهل لي الأمور، وليس الاستخدام بالطرف الآخر. واحد يحط له حساب ويكتب المحامي فلان أو الدكتور فلان أو كذا، وتجد تغريداته لا تتماشى مع مهنة الجليلة، ولا تتماشى مع يعني مكانته الاجتماعية أو العلمية أو الثقافية. يعني الارتقاء دائما يأتي في نبل وإجلال الطرح. الشق السيء سهل، لكن الله يعني سبحانه وتعالى فرق ما بين المحسن والمسيء، سهل. أنا أكلمك عندي تويتر وعندي انستغرام وعندي فيسبوك وعندي واتساب وعندي كيك وعندي مركز إعلامي ناشط لو أشتغل أسوي عجب العجاب، لكن عندي حدود الله اللي أهم من ذلك، وحدود الناس في علاقتي معهم. يعني ودائما يعني نقولها بكل صراحة، الشفافية والطرح من القلب هو اللي يسود. فترة حياتي كلها اللي عملتها 30 عام، والله لم في يوم من الأيام أذكر أحد يعني أصابني عدا حالات فريدة وأتعامل معها بكل رجولة وشفافية. فترة رحنا كم عزيمة، يعني وجدنا بعض الأمور وبعض التعبيرات علي شخصية سبحان مغير الأحوال. على إيش؟ لكن أنا سأقول كما قلت في تغريدتي الأخيرة في تويتر، يعني دائما ومن يغرد خارج السرب سنتجاوزه. لدينا حساد ولدينا، لا نقول التجاوز تجاوز الإساءة وليس العجز عنها، وروح المعنى. ودائما المسيء الواحد يتركه ويرفع نفسه عنه، ونقول العفو عند المقدرة، والكاظمين الغيظ العافين عن الناس. لن أرد على أحد، وباستطاعتي يعني أرد الصاع 10، لكن خلينا نقول احنا كلنا أهل وكلنا كويتيين وكلنا والله ولا أنا زعلان على أحد ولا أنا شايل على أحد، بل ورب هذا الماء الذي يغسل الحي والميت أني ما أتعامل إلا أقول اليوم هذا لا يوجد. يعني أهم شيء ما يكون بيننا في البلد بغضاء وكراهية وحقد وحسد، لأن هذه هي التي تنخر المجتمع، وهذه هي التي تؤذي المجتمع. ولا عندنا يعني أكثر من إن شاء الله كل محبة وكل وئام وكل خير. من تبون سموا لي إياه وأنا أقول لكم علاقتي معه، ما عندي أي مشكلة على الإطلاق. أول مسافة عندنا عرس، دخل علينا أحد الإخوان النواب وهو صديق لنا، وكان والدكتور وليد الطبطبائي، شو المشكلة إذا جاني وليد الطبطبائي ولا جاني مسلم البراك ولا أحمد السعدون ولا أنا رحت لهم، شو المشكلة؟ شعبنا وأهلنا وربعنا يعني إخواننا، ما هم بعيدين يعني. أنا إذا في خلاف برأي سياسي هذا ما يقحم في الشأن الاجتماعي. أنا يا أخي فيصل ما يصلح بالمكان الفلاني، أو فيصل عنده نقطة في العمل السياسي الفلاني، أوكي هذا وجهة نظرك، بس إذا صار عندي عرس ولا فرح ولا مناسبة ولا كذا، هذه إيش لها شغل بهذه؟ يعني ليش تقحم هذه في هذه؟ هذه شيم ومروءة وكرامة ونبل وإجلال أهل الكويت. وأنا شخصيا ما بترك أحد، ما يعني والله اللي بيقدرني الله عليه وفق طاقتي ومعطياتي، واسحبها على صحتي وعلى وقتي وعلى أموري من أجل أن ألبي أكثر ما أستطيع تلبيته، ونلتقي مع كل ربعنا وكل إخواننا وكل جماعتنا أبدا بكل سرور. ما عندنا مشكلة، يعني ما في مشكلة. لذلك أود أن أؤكد بأن أي شيء سياسي لا يختلط في الجانب الاجتماعي. صار عندي مناسبة، وجبتك وجبتني، دعيتك دعيتني، هذا شق آخر. أيضا يعني الوقار بالأطروحات، من المعيب أن يتم تطاول يعني بخس وزهيد على أي فئة من الناس. ما حد يغيب أحد في الكويت، الرأي للجميع والحرية للجميع والاكتفاء للجميع، ما حد يغيب أحد. أنت قول رأيك وأنا أقول رأيي وأنت كذا، وكل واحد وجهة. يا أخوي بالبيت أنا ويا أخواني، عندي أخو سلفي وعندي أخو يعني ليبرالي، وهذا احنا اخوان 4 5. ابني في الجامعه، ابني معك لديه راي وجهه نظر، اقعد انا وياه ما توافق وياه، فاقول له يا ابني انت اسمك مالك الفيصل وانا اسمي فيصل محمود، انت انسان وانا انسان، هذا رايك، لكن يبقى الصله ويبقى القرب ويبقى كذا.
احنا ما احنا في دول استخباراتية حزبية، دول كما ترون يعني، ولا نريد نشبه كما حصل في هذه الدول التي تمتلك خيرات وتمتلك مقدرات ومعطيات، وشوفوا وين وصلت كوارثها مع الأسف. يعني اليوم العراق أشقائنا وجيراننا وأهلنا، نهرين وبترول وشعب وطاقة، وشوف الحال اللي عندهم، تفجير وتنكيل وأيضا سوريا، وشوف الحال اللي هم فيه. 3 كلمات وردت في الكتاب والسنة، كل كلمة من 3 أحرف ومجموعهم 9: ظلم وقهر وفقر. والظلم وبشر الظالمين، وأنتم تعرفون ما ورد في عن هذه الكلمة في كتاب الله الحكيم. والقهر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياك وقهر الرجال. والفقر الإمام علي كرم الله وجهه قال: لو أنه رجل لقتلته. هل يوجد عندنا احنا في البلد هذا ظلم أو قهر أو فقر؟ هذه الكلمات سوت ثورات في دول، سوت ثورات في ليبيا، في تونس، في اليمن، في مصر، في سوريا الآن، لأنها موجودة. لكن احنا الحمد لله البيوت مفتوحة، الأبواب مفتوحة، القلوب قبلها مفتوحة. وسواء كل إخواني وأبناء أمومتي من أبناء الأسرة، واللي أنا أحترمهم وأجلهم، وهم طيبين وأطيب مني وأكرم مني وأحسن مني وأفضل مني، أروح مع أي واحد فيهم وندفع باتجاه تواصلهم. إن جو زاروا قالوا في لقاء، وإن ما زاروا قالوا والله فلان ما يجي. يعني وهي تختلف وتتباين من واحد. يعني أنا ويا أخوي بنفس البيت، واحد من إخواني ما يحب، ما عنده نشاط اجتماعي، يحب السفر، يحب كذا. لا والله، واحد يحب ينشط في الجانب الديني، واحد ينشط في الجانب التجاري، كل واحد له ستايل وله موديل وله طريقة. فأنا ما أريد أن أوصل اليوم في هذه اللقاء الطيب الحميم الودود مع أخواننا أن ترى يا أخوان، أخوكم فيصل وبالتوصيات السامية بنفس المسافة من الجميع للكل، وأيضا كل ما ترونه وتسمعونه لا يصب إلا في وجهات نظر الكل يجلها ويحترمها. هذه مقدمة صغيرة وفي الجعبة الأكثر، ولكن سأترك إليكم باب الأسئلة اللي أستطيع أن أقدمه، وأنا أوعدكم أن راح نتواصل بالمستقبل في لقاءات شهرية أو كل فترة شهرين حسب ما تدعي الظروف. قلبي قبل ديواني ومكتبي مفتوح، كلنا إن شاء الله نعمل في إطار نقل المعلومة الصادقة والحقيقية حتى نصل للشيء الذي يحنن ولا يجنن، الشيء الذي يبيض ولا يسود بين علاقات الناس. وأختم في خالص التهنئة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح بمناسبة نجاح عمليته وفحوصاته وعودته إلى الكويت، وهو الرجل الطيب الحنون الذي تعرفونه كله، وأسعدنا في لقائه. وأيضا دعوني هنا في استقبال سمو ولي العهد أول أمس في المطار، كان منظر مهيب رهيب للأسرة والشعب بكل قطاعاته، كيف يقف ويستقبل هذا الرجل وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير. الود، المحبة، حتى لو كان في بعض أبناء الأسرة بينهم بعض وجهات النظر، فهي لا تتعدى ترى إطارهم الضيق. نسميها احنا بالبدوي مزارق الطيب منافسة، ولا يقول لك فليتنافس المتنافسون. التطلعات، الأمور ترى محدودة يا أخوان، يعني ما هي مثل ما يتصورها العالم كل مشكلة وراها عدو وكذا. لا، احنا بلد صغير، والعائلة أو الدولة أو الشعب كالكتاب المفتوح، ما في شيء يتخبى. هذا أول شلون الحين في طفرة فالحمد لله الأمور كلها طيبة، والودية والحمية موجودة، وأنا أرحب فيكم مرة ثانية، وأفتح لمن يحب بكل شفافية وبكل ما أستطيع أن أجاوب عليه. وأرجع أقول لكم بأن هذا اللقاء هو لقاء شخصي من رغبة ذاتية مني، أردت فيه توضيح بعض الأمور، ونستكمل من خلال أسئلتكم. والله يحييكم جميعا. تفضل. في المنطقة في الخليج وغيره في الخليج، لكن هناك أمور كثيرة تدفع الناس للحزن والقلق. ما يدور في الساحة المحلية طول عمره الآن يقلق ويخوف. ظلم موجود، صح،
الظلم ليس الظلم اللي احنا نقوله في سوريا والعراق ودول اخرى، لكن ظلم عن ظلم يختلف. كثير من الامور قاعد تحدث في البلد تخوفني كمواطن وتخوفك كاحد ابناء بس كثير من المجلس الحالي هناك من يعتبر هذا المجلس قائم بمرسوم اميري بسمو الامير الحق ان يصل هذه المناصب الى الشارع. حضرتك قبل شوي ذكرت ان نعم اي خلاف بين الاثنين لا يفسد ود القضيه، وانت ذكرت ان اخوانك وابنائك يختلفون في الراي وكثير من الامور، لكن في الجانب الغالب هو ابناء بيت واحد، ابناء بيت الكويت. ودي تحدثني عن هذا الجانب. طيب الجانب الاول بالنسبه لي خروجك اعلاميا، هذا الجانب هل له تداعيات معينه؟ فانا بحكم الكاريزما مالتي الان بالفطره. انا لم اخرج للاعلام. لقائي اليوم وهو لقاء تواصل مع الجماعه ومع الاعلاميين، حبيت ان يعني اللي عنده سؤال او عنده استفسار او عنده شيء لا تروح تويت، تعال هذا بيتي تعال. وانا اللي راح امليه ما راح يمليني ايا كان. وبعد هذا الوقت وبعد هذا الفتره ان جاني حياه الله وان ما جاني هم حياه الله. انا ماشي في دربي الان 3 سنوات تقريبا بكملها من بعد ما نقلت، وما وقفت، ما زعلت، ما يعني انت يمكن جيت متاخر وانا تحدثت للاخوان في البدايه. فما عندي اي مشكله على الاطلاق، اتعامل بكل اريحيه وشفافيه ووديه، وهذه حقيقه. الحمد لله الله اعطاني اكثر مما استاهل بامور كثيره. ولا لها الفضل، لا من مال ولا من بنون ولا من يعني وهذه زينة الحياة الدنيا ولا من مكانه ولا من وضع، فما عندي أي مشكلة. ظهوري طبيعي وظهوري للإجابة، وحبيت أفند بعض الأمور يعني ماني عارف شنو مدى التواصل اللي عندكم، لكن أن نتكلم وتكلمت في كلامي إن يعني كل أنواع التواصل الاجتماعي يجب أن تكون راقية نبيلة جليلة، يعني تعطي انعكاس وطابع عن الكويت والكويتيين في الداخل للخارج، وهذا شيء يعني محل افتخار وتباهي. الشق الثاني أنا أكد لك التفاؤل. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتنة نائمة لعن الله من أيقظها. أنت مراقب وتشوف للوضع والإخوان والجميع، ما عندنا شيء تخبر. ليش ما تسمي الشيء باسمه؟ فيصل الحمود المالك الصباح بالاسم الرباعي، وقول سوى كذا وحط كذا وعمل كذا. ليش تخليها بالعمومية؟ احنا نقول الخير يخص والشر يعم. ليش ما تخليه بالخصوصية؟ ما نسمع الا عن ابناء على الاسره وابناء على الاسره. حتى يا اخوان الاسره يعني اسرتكم ومنكم وعليكم الاسره كبيره. هاي شجره العائله موجوده وتعدادها بالمئات عشان توصلها الرقم الفلاني بالالوف، يعني 2 3 كذا. هل كل هذه مناطه حتى الناس اللي ما لها حدد فلان عادي من فلان عادي من فلان عادي. يعني انا اذا بنتقدك انتقد عائلتك كلها وقبيلتك كلها وكذا ما يجوز. يعني ليش ما اجيبها بالاسم؟ خاصه من لديه يعني وظيفه عامه، يجب ان يكون بسعه صدر واريحيه ويتقبل كل نقد بناء. ان شاء الله ظلم ما عندنا، يعني بمعنى كلمه ظلم خذها مني يعني ما عندنا. والدليل ان شاء الله وانا فرح يقولوا سجلوها علي لما تجيني مسجات براءة فلان المغرد براءة فلان، والله فرح في ذلك. ما ودي يكون عندنا يعني لا سجين ولا كذا ولا كذا حتى لو سب. وعن نفسي شخصيا اتقبل، خلي ينقال عني اللي ينقال، ينقذف اللي ينقذف، بس مو على اسرتي حتى لا ننخلط. يعني ما عندنا يسمونه الفساد كل دولة موجود. سجلوا عندكم اكثر مواطن كويتي يتألم على موضوع الدواء وفلوسه أهل. والله الذي لا اله الا هو اني تألمت ألم لأنه بالفعل مبلغ حرام يروح. وأطالب بأن كل من كان له يد كائن من يكون أن يتحمل مسؤولياته ويقدم وفق القانون واللوائح والنيابة وللقضاء والساعة البركة. فما عندنا أي يعني تحفظ على ذلك. لازم المحسن الذي يصيب الذي يعمل شيء بناء يكون بكل تقدير وثناء، واللي يخطئ أيضا يحاسب ويعاقب. وإذا في أي شيء ما جاوبت عليه ذكرني عليه راح أقول لك عنه. اللي هو بالنسبة لي يمكن بالأمر خلال فترة انشغلنا بقضية الإعلام موحد وتراجعت الحكومة عن هذا القانون اللي سدبوزك يسمونه. نعم.
والآن مع هذا التواصل الاجتماعي والإعلامي، كيف تنظر إلى حريات التعبير وحريات الرأي في الكويت؟ مع أن الكويت هي الأولى في منطقة الخليج لله الحمد، له المنة في هذا الشيء من الاستقلال يمكن قبل إلى هذا اليوم. لما يجيني إعلام يحاول يسد بوزي ويسد حلجي عن الكلام بحجة والله قانون عدم اللمز وعدم اللمس، فأعطني رأيك بالقانون ولو أنا حفظ في الأدراج الحين. أنا ضد القانون. أنا ضد القانون وضد تكميم الأفواه وضد الأغلاق وضد كذا. الدول اللي فيها قطع ألسن وقص أصابع ما هي موجودة إن شاء الله في الكويت. الحمد لله احنا بخير وبنعمة وبحرية بس عفوا الله طال عمرك ما أقاطعك، في أحد قاعد ينغز في هذا الموضوع يعني شأنه الذي لا يتعدى حدوده، لكن بالتالي لن يصح إلا الصحيح ولن يسود إلا ما يرضي الله وولي الأمر والشعب بشكل عام. مرة واحد يقول شبوا من هذين، قلت له حدد من هذين، قال يبون تقديم الأفضل. خلاص بس احنا ما عندنا تكميم، ما في تكميم افواه. ما في تكميم افواه ولا عندنا. انا قلت لك هو في لغه قص الاصبع واللسان وهذه مدلوله يعني، لكن في مقابلها الافضل اللي هو طولة البال وسعة الصدر والمحبة والمودة وتقبل الرأي والرأي الآخر وكل نقد شفاف، وهذا إن شاء الله اللي موجود. الله يحييكم يا رزاق. الله يحييكم يا رزاق. أنت قلت مساء أنا وأخوي وابن عمي قاعدين على الشيطان. من الشيطان؟ الشيطان الرجيم اللي يلعب بيننا واللي يحاول يسوي بيننا فتن ومشاكل، اللي هو ذكر في القرآن الكريم، هذا هو الشيطان. أنا يعني وإحنا كل معيشتنا فيه. ليش؟ لأن أنا وأخوي وولد عمي والصديق والغريب وابن بلدي واحد. ما راح أفند أحد. أخوي هذا هو قاعد عندك وعلى يمينك مثل أي واحد ثاني بحكم القربة، لكن إحنا كلنا على الشيطان. ولما نقول كلنا على الشيطان حتى لا ندخل الشيطان بيننا ولا يدخل بيننا في أي مجال كان، لا سياسي ولا اجتماعي ولا غيره. الفتنة ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ولا يشم رائحة الجنة رجل يعني نمام. لا نريد أن نتحدث في الدين، لكن احنا أيضا ما نطلع من إطار الدين ومن إطار عروبتنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وهذا شيء مشروع يعني وشيء حقيقي، وإن شاء الله أن احنا يعني متجاوزين لذلك بمكانتنا الطيبة. سعد الشيخ، ما دام تطرقنا للجانب الاجتماعي لابد الحديث أو التطرق إلى قضية البدون. نظرتكم إلى هذه القضية، الحلول والتطلعات خاصة في ظل أبناء الفئة والخروج المستمر يعني المطالبة بحقوقهم، فنبي رأيك. والله أنا من الجانب الإنساني أتعاطف مع هذه الفئة، وأعرف فيهم أصدقاء كثيرين وشفتهم، وهم بالتالي بشر لحم ودم وعرب ومسلمين. يبقى الجانب القانوني والجانب الاعتباري للدولة. أعتقد أنه يعني ما يوجد أكثر من صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ صباح حريص على أن ينهي أي مشكلة. ما في حاكم يقبل أن يكون عنده شيء متعلق أو عبء، لكن كيف؟ هذا أنتم تعرفون، وضعت لجان ووضعت بعض النقاط وبعض الأمور، وفي 67,000 أعلن عنهم الأخ صالح الفضالة قبل يومين بأنهم عدلوا أوضاعهم. فمشكلتهم أنها اختلطت محقها ومحسنها من باطلها وسيئها. لكن أتمنى وأدعو وأدفع باتجاه أن الله العلي القدير يمن على هذه الفئة بأن إن شاء الله تنتهي وتتجاوز وتنال كل يعني مرادها وعيشها الكريم وجانبها الإنساني الكامل. يقول بعض المدعوين في الآونة الأخيرة بدور أشبه ما يكون بسفير المصالحة بين شخصيات سياسية وبعض الوجهاء ورموز القبر. ما تعريفك على الوصف ده وما طبيعة الدول إذا كان موجود؟ أولا أنا سفير الجميع وسفير النوايا الحسنة. هل إذا تم أي عمل باتجاه التقارب والوئام والمفاق والمصالحة والمحبة والمودة في شيء غلط أو في مشكلة؟ أنا في مكتبي هنا بالخارج يوم راحة المسلمين يوم الجمعة بعد المسجد أجي أقابل حالات. عندي الآن حالتين مصالحة دم قاعد أقوم فيها،
وقاعد أحاول، مشيت في 11 حالة والحمد لله الله وفقني. إنزين، وقاعد أحاول في جاهي ولا يبقى الحد من جاه إلا البخيل، وفي مالي وفي مكانتي بأن أوفق. يعني نحن نمشي وفق ما يمليه عليه ديننا وعاداتنا. مثلا على سبيل المثال صار حادثة قبل 3-4 سنين، قاتل ومقتول، القاتل بالسجن والمقتول بالقبر. طيب الزمن أله كفيل بأن يعني بالمستقبل يكون في نوعا ما، فالناس يعني دائما ذو المكانة وذو الوضع وذو العلاقات تتجه في أمور كثيرة سواء في هذه أو غيرها. أرجع أقول لك أن على اللي أنت سويته، يعني بحكم جغرافية، وهذا محل افتخار، جغرافية بيتي وولادتي ونشأتي اللي هي بين مناطق قبائل، وهذا على كل حال لا تكون بالصورة، يعني هذه مناطق آبائي وأجدادي، يعني أنا لست في حديث على هذه مناطق آبائي وأجدادي وموثقة وموجودة وكذا، والآن أريكم بالصور. يعني حكم علاقتي مع هذه الناس ألا يشفع لي رصيد 35 عام من النشاط الاجتماعي الذي لم أبخل فيه على أي مناسبة، حتى وأنا مريض، حتى وأنا كذا، أني أتجه له وأتبادل الحب وأطلع وأقول أن أكبر رصيد عندي أفتقر فيه من أي رصيد آخر هو رصيد محبتي للناس ومحبة الناس إلي. طيب هذه إذا كانت لدي هذه العلاقات أو هذه الطاقات أو هذه القدرات أو المعطيات الإمكانيات ووظفتها إلى ما هو يقرب ميل القلوب وفتحنا فيها أبواب، شو الغلط؟ أنا أعتبر بأن ابن الأسرة هو للجميع، ليس لأحد من دون أحد، وبنفس المسافة مع كل الجميع. إذا راح وتخصص مع فئة معينة إلا بقية الناس ليش ما جانا؟ وإحنا مجتمعنا صغير ما نبي نرد حضر وبدو شيعة وسنة، هي يعني، وهذه دائما نرددها يا أخوان، لكن هي موجودة، يعني موجودة بالفعل. عندنا حضر وعندنا بدو، عندنا شيعة وعندنا سنة، وعندنا تيارات إسلامية وعندنا ليبرالية وعندنا، يعني ما نكذب على بعضنا إذا ما نقول موجودة، لا موجودة، وخلق قانون اسمه الوحدة الوطنية على أساس يجسد هذه. لكن الشاطر والذكي الذي يستطيع أن يوافق ويجانس بين كل هذه الفئات. أنا شخصيا بحكم يعني الحمد لله مثل ما قلت لك هناك نوعا ما، فالزيارات اللي نروح لها والمواقع اللي نروح لها نعم لدي علاقات. شو مشكلة؟ أنا أعلن لك الآن أمامكم كلكم أي واحد من أبناء عمومتي حتى اللي أصغر مني عمر تبع، مع أني مع الجميع، وودي أن نوضح شغلة. ترى أنا أعرف الله سبحانه وتعالى وولائي مطلق لصاحب السمو الأمير وولي العهد فقط. هذول رموزي وهذول أعمامي وهذول أهلي، ومنهم أستمد التوجيهات واستمد العطاء واستمد كل شيء أبدا، وأقبل بما أي شيء. الباقي كله نفس المسافة عندي من الجميع بما فيهم إخواني. فأي واحد عنده دعوة يدعيني أروح معه. أنتم شفتوا الجانب الإعلامي. طب أنا البارح بدعو دعوة كبيرة وفيها شعار علي اللي أنا شخصيا أنا مسلسل الجمعة ما حد يدري عنها لأن ما أبرزتها إعلاميا، بس أنتم رأيتم الجانب الإعلامي. طيب وإذا صار في وقفة نفس بين اثنين ووجهة نظر أو شيء معين وصار في عزيمة وكرامة ودعوة، شو المشكلة؟ يا أخي اليوم احنا نقولها يعني بكل أريحية، ليس من صالحي أن يكون في وقفات نفس أو يكون في بغضاء أو يكون خلي الود والمحبة. إخواننا المصريين يقولوا النفس الحلوة تخشش الجنة، يعني مضبوط، خلنا ندش الجنة. والنوايا على كل حال اكتبوها عندكم، النوايا حسنة والقلوب طاهرة. لا يوجد أكثر من محبة اجتماعية، ولا أريد أن أقول يعني ما هي تهاتف الدعوات اللي العالم حببتها. جينا حضرنا في ديوان عند القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية وشفنا هالكرامة، وفرح صاحب الديوان وأهله وقبيلته في أن يجونا ناس من الأسرة، لا واحد ولا اثنين. أنا أرجع أقول لك لا تربط الوضع السياسي ورأيك السياسي في أمورك الاجتماعية. وحط هالقعدان والحيل والذبائح انحطت المن، ما انحطت إلى الكرامات وهالشعر وهالقصيد. وهنا من خلال هذه أود أن أشكر جميع القبائل
كلها من غير أبدا، وكل أهل الكويت واللي هم القبائل من خلالهم على فتحهم لبيوتهم ودواوينهم وتواصلهم وكرامتهم وانصهارهم في بعضهم البعض، وهذا ما جبل عليه أهل الكويت من القدم. وأيضا أشكر الشعراء الذين يعبرون دائما عبر القافية والوزن لخدمة بلدهم ووطنهم وشعبهم. الشعر موجد ليش؟ موجد للسلم والحرب، لأن يعبر عن ما في مكنونة وفي خاطرة وفي اتجاه. فالحمد لله كلها. يعني الأسبوع القادم أنا معزوم في الضاحية عبد الله السالم، يمكن هذه ما تبين واللي وراه في بس العالم ترى من وجهة نظر خاصة يعني. بس أبشركم الأمور كلها طيبة بإذن الله. تفضل. الشيخ لاحظنا زيارتك مع سمو الشيخ ناصر محمد ديوان تقرير الهادري، وسألناك عن أكثر من جزئية شنو سبب زيارة سمو الشيخ ناصر في الآونة الأخيرة، وطلع عليها حديث كثير وهناك انتقادات من بعض وسائل الإعلام. فقلت راح أوضح بالحقائق والأدلة والكتب والأوراق. سبب الزيارة. سبب زيارتكم الأخيرة. الأخيرة هذه؟ نعم. أنا ما راح أجاوبك عن الزيارة الأخيرة، راح أجاوبك على كل الزيارات. نعم. أولا الشيخ ناصر أخوي الكبير ولد عمي، ولما أكون أنا بمعيته لأي دعوة، تمام؟ وين المشكلة دي؟ وين الخطأ؟ الشيخ ناصر رجل شخصية عامة ورجل له تاريخ، أنا لا يحتاج مني لا تلميع ولا تنظير أبدا، وحتى تكونون بالصورة. ترى أنا كما أقدم لي الشيخ ناصر أقدم لي أي واحد من الصباح. هذه شيمتي وهي طريقتي وهي أموري. لكن هناك تفاوت بالعلاقات. إخواني أنا إخواني، تلقى واحد يقرب لي من الثاني، هذا أكثر نشاط، أكثر كذا أكثر كذا. مو معناتها أنه هو أتوا بعد ما الرجل فتح ديوانه، أتت له الناس، والناس يعني أنت الحين حاط ديوان تحدد برا على الباب من يجيك لحظري إلى بدوي إلى شيء إلى سني إلى كذا، ما تحدد، والناس تجيك وتعزمك. أنا قلت لك عزموني، كل واحد يعزمني بجي، وكل واحد يقدر يروح بيروح بالتواصل. كل يوم عندي برنامج كحل حطوه أروح وحضر فيه. ليش العالم فسرت الزيارات انها يعني إنها هل صدر من هذه الزيارات غير ملقطين وحفاوة وقصيد ويلا حيهم وكرامة وذبح وصلخ وعلوم غامة ومباوس وحي على الفلاح؟ في شيء؟ هل في شيء انتم التمستوه غير ذلك؟ وضحونا، خلونا نقول لكم. في وسائل الإعلام والتويتر وهذا قاعد. وسائل الإعلام والتويتر قلنا لك منذ البداية يجب أن تدفع باتجاه الحمية والود والأخوة والمحبة أنا شخصيا يعني صابني من بعض وجهات النظر والنقد من وسائل الإعلام الأخيرة ما يثلج صدري، وما يزيدني أيضا في تصحيح أي شيء أقدر أطالعه ويخليني أسوي أبجريد اللي ما حاشني فيه 50 سنة بحياتي كلها. لكن ما زلت. واحد كاتب لي مهندس الدعوات، كيف مهندس الدعوات؟ كيف؟ أنا بروح الجبر، بدق أحمد الجبر الله يشفيه ويرجع بالسلامة، بدق أعلمون على ياباني بطوكيو، بروح الأجمان يعني. وأيضا أنا بيني وبينك دائما يعني أوافق وأقارب مع الناس وأروح لهم وأسوي لهم وأحبهم. ودي هنا بعد أمس اتصلت في الشيخ أحمد المشعان الفيصل الجربة، وهو صديق وأخونا ويسلم على الكويتيين وعليه، أتمنى له بالشفاء العاجل، وأنا على تواصل معه. والرجل الآن قرابة العام في لندن، ونتمنى له إن شاء الله بالشفاء، وأن يكون بيننا وبنحتفل فيه احتفال كبير لا رجع، وهذه سيبة عاداتنا وتقاليدنا. وأيضا أخونا الشيخ مسلط زمن حروف الهدال في أمريكا يعالج، وعلى تواصل معه. يعني هاي شيمتنا. أنا يمكن مثل ما قلت لكم بحكم وضعي امتدادي مع القبائل، يا أخي أنا أحبهم أتعامل معهم، أحب أتعامل. طبعا هذا ما يرضيني مع الجميع، التركيبة مالتي كلهم، ما أبي أقول لك الشيعة أخواننا وهنا، الحضر ربعنا، القبائل منا وفينا. بعدين آية قرآنية أنا جايبها، وخلقناكم شعوبا وقبائل لإيش؟ هذا هو القبائل التعارف. إن جاء ليش جاء، وإن ما جاء ليش ما جاء يعني. لما قلنا المؤتمر يا شيخ ان اليوم اللي راح تقريبا امس تحدثوا عنه انك راح تكون يعني هناك يعني اعلان عن منصب سياسي سوف يعني تتغلده خلال الايام المقبله اللي هو شؤون القبائل. ولا الامر هذا وجهه نظر شخص هو اللي فيها، هو يفكر وهو يخطط وهو ينفذ وهو يقول، احد يسال احد كذا. اتمنى ان يكون، لكن في من هو يمكن احسن مني في هذا المجال من ابناء عمومتي، ومن اكفأ مني واقدر مني. انا منذ
وانت بنفسك كتبت سمعا وطاعة في الجريدة، تتذكر؟ انا منصبي اللي افتخر فيه هو اسمي اللي انا تعبت عليه، فيصل الحمود المالك الصراحة. ارجعوا له وشوفوه، وهذا محل تباهي وتفاخر. ومع ذلك يزيدني تواضع ويزيدني جلد ويزيدني اقدام ويزيدني عطاء لخدمة بلدي. اي كنت طلب مني في الديوان اهلا وسهلا، تعال شؤون مجلس الامه الساعه المباركه، بالمراسم والتشريفات حاضر، شؤون القبائل وتابعها حاضر، بعمان حاضر، بالاردن حاضر، ما عندي مشكله. والحين لو يطلب مني اي طلب ما عندي اي مشكله. يعني انا ساهمت، ما حد طلب مني بعد تحرير الكويت بان اهيئ كل المنطقه انها تكون نظيفه مرتاحه مرتبه. فوكاله يقولون ويسوون ويعلنون، ما عندي يعني يسوونه. الشيء إن جاني أنا سعيد وغبوط فيه بأن يكون تكليف وليس تشريف، والتكليف لخدمة بلدي وخدمة شعبي وخدمة أهلي. أيضا بالنسبة للدعوات أحب أبلغك ترى هناك من ألح وأصر على هذه الدعوات بشغف، وعلى كل حال يعني هي لغاية آخر واحدة، ومن ثم يعني الوقت ما يسعف، الوقت ما يسعف. يعني كل من يريد يدعي وكل من يريد يلبي وكل من ما فيها شيء. وانتم بس يا اخوان اريد اوضح شغله هنا، ترى كل اخوانكم وجماعتكم من الصباح ينعزمون ويروحون ويحضرون ويندبح لهم ويعزمون وينعزمون. انا اللي محاكيك رفيجك كذي واحد منهم ما يبقى يجيني من شمال عشائر العراق ولا من اخواننا العراقيين الى الاردن الى نجد والعرب والسعوديه والخليج كله تابع ومتبوع صالح وعازم وكذا. يعني شو المشكله في هذا الموضوع؟ انه اذا كذا، خاصه لما يجيك واحد يطلب وطلبتك بوجهك انك تقلط عندي، جملني. شو المشكله؟ وين الخلل يعني؟ شنو اللي صار؟ لكن المشكله والغلط لما تنعت هذه الناس القبائل الكريمه بالفاظ نافذه علشان دعوه لوجهه نظر لشخص بموقف غلطه. احد يقول يعني ولا اريد ان اسمي ولا اجيب اسامي، يعني القبائل اكبر وانزه وأرقى من أي شبهة أو قذف تتم من أي شخص لهم، وسأكتفي بذلك مع أن في جعبة الكثير يعني وأنتم أدرى. لكن النوايا طيبة ولا يوجد شيء أبدا أبدا. ولا زعلنا حنا لما أتى بعض من هو مع القبائل وعمل في غديات وأشياء عندنا وتكلم، ما زعلنا ما زعلنا. يعني ما صار في أي كذا. ليش؟ يربطني علاقة مع كل شيوخ القبائل. نعم يربطني علاقة مع شيوخ القبائل، واصدقائي اصدقائي يغلطون عندي وجهي ومجهي. اول مسات ابن حتلين جاني وجيته، وابن جامع جاني وجيته وعزمني، وهذا الشيء، وربعنا كلهم بدون استثناء بدون استثناء كل الجماعة وكل امورهم احنا وياهم على تواصل حميم واجتماعي. شنو يعني هل مسوي شيء غلط لا سمح الله بوجه نظر؟ الامور طيبة والنوايا حد. وارجع اكرر لك الحين كل من بعزم بنتواصل وياه، لان هو الغلط إذا عزمنا وما جينا له، هذا الغلط، ما لبينا له الدعوة. لكن صاحب الدعوة كريم واللي ملبي معانا على قولتهم، ما يرد الكريم إلا اللئيم. لا والله إن شاء الله بنصير كرماء نلبي الكرم. تفضل. في أحد عنده أي استفسار أي تصريح أي كذا؟ دعوني أقول له إن شاء الله جاي يبارك لي، وهو يقول لي صدق. يعني وهنا مصداقية المعلومة. يقول لي صدق أنت تطلب من شيوخ القبائل أنهم يدعون فلان، القبائل كلها وشيوخها، لكن بقول لك شغلة، أنا اللي بيني وبينك الله اللي أنت محتكم له، خاصة أنه مطوع. قلت له ما راح أقول لك إلا أكثر من هذا من الله. الحدث أو الخبر يأتي بمصداقيته من عدمها، وعلى هذا ينبني موقف ورأي وقرار. الواحد بكل صراحة وبكل أريحية. أيضا أبوابنا مفتوحة. أنا تركت لا صار شغلة بحكم العلاقة، وهذه نسيقها على نفس العلاقة اللي هنا. أحد من ربعنا صار عليه موقف، صار عليه ظرف، يبي فزعة، يبي كذا، تمشي بالفزعة وبالعوض بالإيدين. يا أخوي أنا وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجاني صديقي، الحين أكلم. شان يسكت، قلت والحين يخلصها لك. قال لي قلت شلون؟ قال هي موجودة بمنطقة، وإذا أنت دخلت الداخلية يخربون السيارة ويقصصونها. قلت هم ابشر، موجود في الأردن، ما طلعت لك كملت. يعني لن أذخر جهد لأحد أقدر أقدمه لأهلي وبلدي وشعبي في الداخل وفي الخارج إلا وبجي عليه بقصاي للآخر. إلى الجميع يا أخوان، إلى الجميع.
مصنف فلان، لا 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 أبد، كلها وحدة وطنية الكويت من غير قانون أبد، بخدمة أخوكم أبو مالك. شيعي سني حضري بدوي شمالي جنوبي، احنا بعد اذا بندش بالسلفي اخوان كذا بنرد نغزل، خلنا نقول يبقى كويتيين. عموما انا اشكركم مره ثانيه جزيل الشكر وعظيم الامتنان ووافد عرفان على حضوركم، واتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. واحب ان اكد اليكم مره ثانيه ان كل ما يطرح ويعمل من نشاطات في اطار الود والحمية كما تقول، وتواصل المجتمع وتقارب القلوب. وقسما بالله أني أتمنى بأن أرى الكويتيين كلهم يضحكوا مع بعض. خلني أقعد أنا وياك الصبح، أنت وزير وأنا نائب، أنت كاتب وأنا صحفي، أنت باين وجهات النظر، بس بعدها ما له شغل هذا الأمر الآخر. حبني وأحبك، تزورني وأزورك، تناسبني وأناسبك، تواصلني وواصلك، هذا شأن آخر. فالكويت بلاد الخير وبلاد المحبة وبلاد السلام، شاملة في كل أريحيتها وفي كل ودها وفي كل محبتها وفي كل خيراتها. وأنا يعني حتى الآن بعدكم مدعو دعوة هم على غدا، يعني ولا كان هم ما تركتكم، واللي يحب يشوف بعد على الحين بنحول حتى لا يمكن قبل بنحول شوي بعد زمن وراها راح اتواصل مع الاخ نبيل العوضي اخونا بعد عنده عزاء، فهذه شيمتنا بتواصلنا وبامورنا. وايضا احملكم امانه بان الاعلام امانه. انتبهوا يا اخوان، الحسنه من السيئه تراها امانه تحاسبون وتسالون عنها في الاولى والاخره. فدعونا واعلامنا الكويتي الذي نتباهى فيه ونتفاخر فيه وصاحب المصداقيه وصاحب الشفافيه ان يكمل على اكمل وجه. وتفاءلوا بالخير، وان شاء الله ان صيفنا القادم بارد بسياسته بمجتمعه بكل اموره، وهذه بوادر الخير. شهر 5 يجينا مطر، يلا من فضلك. حياكم الله يا اهلا ومرحبا.